عارف يا صاحبي جايب لك فيلم مين النهارده؟ ايوه هو المهرج المجنون. تعالوا مع بعض نكمل ملخص الجزء الثالث. بتبدأ أحداث فيلمنا مع بنت صغيرة اسمها جولز، وبنشوفها وهي داخلة أوضة أمها وأبوها، وبتصحى أمها وبتسألها عن السبب اللي هي صاحية علشانه، فتقول لها الحق يا ست الكل في حد فوق البيت، فترد عليها وتقول لها يا حبيبتي أنت بتمشي وأنت نايمة، فبتقول لها اسمعي كده، ولكن الحاجة بتقول لها إن مفيش أصوات وإن سانتا جاي يدينا هدايا وكده علشان رأس السنة. بعد كده تاخدها لأوضتها وبتقول لها إنها هتنزل تحت، وده علشان تسيب لسانتا والأقزام اللي معاه شوية لبن وطبق بسكويك. ووقت ما كانت طالعة بتحس بحركة غريبة تماما في باب الشقة، وكمان بتحس بحركة فوق البيت، لكنها بتفكها من كل ده وبتقول في سرها أكيد مش همشي يعني ورا بنت صغيرة. وبتدخل الأوضة وبتعرف جوزها إن في طبق بسكوت تحت ومعاه شوية لبن، ولازم يخلصوا الصبح قبل ما البنت تروح المدرسة، وده علشان يبان إن سانتا والأقزام هم اللي كلوا الأكل ده. فيقول لها يعني أنت مصحياني يا أولية عشان التفاهة دي؟ ولما بيناموا بنشوف البنت الصغيرة جولز وهي نازلة لتحت، وده لما حست بصوت مرة تانية في المكان. وساعتها بنشوف ملك الدشملة أرتو وهو شايل بؤجة زي بتاعة سانتا وبيدخل بيها للبيت. وقتها المسكينة بتفتكره سانتا بجد، وبتطلع علشان تصحي أخوها وبتقوله إن سانتا تحت وجايب هدايا، فيقول لها اطلعي بره يا بنت بدل ما أقوم أضربك بسانتا، فتطلع بره البنت وتستخبى. وساعتها بيطلع صاحبنا منجد البني آدمين لأوضة أخوها، وبيدخل جوه يديله أحلى هدية بالفاس ويمشي، وبتبقى البنت واقفة وشايفة الوضع ده كله ومزبهلة باللي بيحصل. وبيكمل أرت لأوضة أمها وأبوها، ولما بتبدأ الحاجة دي تصحى من النوم بتلاقي الدم عليها من كل حتة، وأول ما بتفتح عينيها بتشوف جوزها وهو جنبها وبيبقى متدشمل حتة حتة حرفيا. وقتها بتطلع تجري ست الكل دي، ولكن المعلم ارت بيقفشها وهي بتفلسع من باب البيت وبيخلص عليها، وبيلاقي بعدها البنت الصغيرة ويخلص عليها هي كمان بالمرة، وده علشان ما يرجعش للبيت مرة تانية. وقبل ما يمشي بيبدأ ياكل البسكويك واللبن ويغسل الأطباق طبعا علشان النظافة من الإيمان. وبنرجع لنهاية الجزء التاني لما خلصت ساينة على المهرج ارت وخلعت رقبته من مكانها، وبنشوف ساعتها شرطي في مسرح الجريمة ولكنه بيبقى مرعوب من اللي بيشوفه. فجأة واحدة بتختفي جثة ارت من مكانها، وبيظهر فجأة وهو بيخنق الشرطي ده وهو راسه مخلوعة. وبنرجع لارت وهو في المترو وبيبقى ماسك دماغه اللي هي مش دماغه اصلا. المهم بنرجع لجريس جيريكو وهو في المصحة اللي فيها فيكتوريا المجنونة، واول ما بيدخل بنشوف راس ارت جنب فيكتوريا على الارض وبتاكل في حاجه كده يعني في منتهى القرع. المهم بنتفاجئ بارت وهو رايح علشان دماغه وبيبدا يخنق جريس جيريكو وتروح الموميا فيكتوريا تساعده. بعد كده بيوصل ارت وفيكتوريا للمكان القديم اللي بيعمل فيه ارت جرايم واللي مش قذرة ابدا، وبتبدا فيكتوريا تدخل في البانيو بتاع الحمام وتشرح نفسها، وبيبدا ارت يقعد على كرسي بدون حركه. وبنرجع للمستقبل ونشوف جوز عمة ساينة وهو رايح ياخدها من المستشفى، وده لانها لسه مريضه وبتتعافى من اللي حصل ليها. واول ما بيوصلوا البيت بنشوف بنت صغيره اسمها غابي، وبنعرف ان ساينة كانت مربياها يعني وكده، وبتقابل بعدها عمتها وبتسلم عليها هي كمان. وخلصوا بقى يا جماعه عايزين نكمل احداث الفيلم. بعد كده بنشوف اتنين من شركه تنظيف وبيروحوا للبيت الملعون اللي بيبقى فيه ارت وفيكتوريا، واول ما بيدخلوا البيت بيشموا ريحه نتنه وقتها وبيطلعوا لفوق، واول ما بيتفرقوا بيشوف واحد منهم فيكتوريا في البانيو وبتبقى ميته، لكنها بتقوم مره واحده وتديله بالمرايه في رقبته وبتخلص عليه. ونشوف الراجل التاني هو فاكر ان ارت تمثاله مش بيتحرك، ولما بيروح عليه بيبدأ ارت يروق عليه ويخلص الكلام. واثناء وقت الغدا بتبدأ سانا تتخيل وجود صاحبتها اللي اتقتلت بسببها في الجزء التاني، وبتقول لها انها اتقتلت بسببها واقل حاجة ممكن تعملها لها انها تديها طبق رز، وتفضل تقول لسينا بعتي الرز بعتي الرز، وتقوم سينا بعدها وتسيب الاكل وحتى الرز اللي على الترابيزة. بعد كده بنرجع للواد جونسون المطهر اخو سينا ونشوفه هو مع واحد صاحبه اسمه كول، وكمان بيبقى معاه صاحبته مايا، وبيقول كل جونسون ان صاحبته مايا معجبة بيه جدا وما عندهاش سيرة عن حد غير المهرج وعايزة تتعرف عليه، وما يعرفوش انه بيخاف من خياله وان اخته اللي قتلت المهرج في الجزء التاني. المهم بيعيش البطل جونسون البطولة لمدة دقيقتين كده وبيطلع بره كلم اخته ساينا وبيطمنوا على بعض وقتها. وبعد كده بنشوف ارتو وهو بيغلي حاجة على النار وتقريبا كده بيعملوا اكلة من الفيران. المهم يعني بنشوف هو ماسك انبوبة من النيتروجين السائل ويبدأ يجربها على فار موجود قدامه، ونشوف الفار ده وهو متكلبش مكانه حرفيا وبيبدأ يرمي لاخواته الفيران ويفرجهم على صاحبهم. وبنرجع مرة تانية لساينا وغابي وهم قاعدين، وبتبدأ ساينا تعمل لها ألوان كده على وشها وتلعب معاها. بعد كده بنشوف أرتو وهو داخل على ناس في بار وبيبقى في واحد كده عامل لي فيها بابا نويل، واول ما بيدخل ارت بيبدا يبين انه مهتم بالحاج نويل ده،
ويبدأ يشد ارت من دقنه لا يكون بيضحك علينا ولا حاجة. المهم بيطلب الحاج نويل مشروب لارت من النادل، وبيقول له النادل ساعتها انه محتاج منه اثبات هوية علشان يصرف له مشروب. ويطلع وقتها ارت بطاقة واحد من المسؤولين النظافة اللي اتفرتكوا عنده في المكان، واول ما ارت بيشرب المشروب بيبدأ يبخه في وش الحاج نويل. بعدها بيعمل حمام عليه وبيتعصب نويل جامد. بعدها بيبدأ يطلع ارت مسدس من الشنطة ويقتل النادل وراجل تاني كان في المكان. ونشوفه بعدها وهو رابط الحاج نويل في كرسي ومقلعه لبس بابا نويل وبيلبسه هو وقتها. وبيبدأ ارت يجيب انبوبة النيتروجين ويضربها في ايده ورجل الحاج نويل. بعدها بيجيب شاكوش وبيبدأ يفرتك بيه رجله وايده، وبيرجع يجيب النيتروجين تاني ويضرب الانبوبة كلها في وشه، وبيمسك الشاكوش ويضرب بيه في وشه المرة دي علشان يخلع دقنه بعدها ويلعب بيها. ومش كده وبس، ده بيروح يجيب جزرة بتبقى على رجل التلج وبيحطها له مكان مناخيره اللي اتكسرت. اصيل والله يا مهرج. ونروح بعد كده المول وبيبقى موجود فيه سينا وغابي مع بعض، وده علشان بيتفسحوا يوم رأس السنة يعني وكده. بعد كده بتتخيل سينا وجود ارت في المكان، وبتبدأ بعدها ترن على جونسون اخوها، ونشوف جونسون وسينا بعدها هما بيتقابلوا مع بعض، وتقول سينا لجونسون انها شافت ارت مرة تانية، وبيقول لها ان الحل هو انها تنسى كل ده. وتفكروا سينا وقتها بالرسائل بتاعته، وده لما قال لها انهم لازم يخلصوا من البنت الصغيرة، وده لانها شطانة. وطبعا الكلام ده كان في الجزء التاني، ولو ما اتفرجتش على الجزء التاني ده هتلاقيني سايبهولك في صندوق الوصف. وانزل اعمل اشتراك بقى يا صاحبي متبقاش بخيل. وبتكمل سينا كلامها وبتقول لجوناثان ان ساعتها قال لها ان الشياطين عايزه تدخل عالمنا، وانهم ما يقدروش يعملوا كده لوحدهم، وعلشان كده اختاروا واحد متوفي، واللي اختاروه كان شرير وهو ار، وانه لو دخل العالم بتاعهم على هيئه جسد فاللي بيحصل انه لازم يبقى في شخص يمنعه، والشخص ده هي سينا. وعلشان كده ابوها عمل السيف ده واختارها هي تكون الشخص اللي يمنعه. وبنشوف بعدها ارتو وهو قاعد على كرسي بابا نويل وبيبدا يوزع هدايا على الاطفال. وفجاه واحده بنشوف ست بتدور على ابنها، وبنشوف الولد ده هو بيفتح هديه من بتوع ارت، ومره واحده المكان كله بينفجر اول ما الولد الصغير بيفتح الهديه. ونشوف ارتو وهو واقف وبيشوف المشهد ده ومبسوط قوي. ونشوف بعدها سينا وهي بتتكلم مع غابي، وده لانها قرت المذكره بتاعتها من وراها، وبتسالها غابي عن المهرج وبتقول لها اذا كانت شافته النهارده ولا لا. فبتضحك عليها سينا وبتقول لها انها مريضه وبتشوف حاجات محدش بيشوفها. وبنشوف المهرج وهو داخل المكان اللي فيه ميه وكول، وبيسمعهم بالصدفه هم بيتكلموا عنه. بعدها بيستخبى. وبنرجع للنشره وهي بتعلن عن 5 حالات وفاه في المركز التجاري بسبب الانفجار. ونشوف واحد شاهد وهو بيقول انه كان قريب جدا من الانفجار، وان السبب في الانفجار واحد لابس لبس سانتا. وبتطلب سينا من عمتها وقتها انهم لازم يسيبوا المكان فورا، وده لان طالما سينا موجوده في المكان ففي خطر عليهم. وبتتعصب وقتها وبتطلب منهم انهم يكلموا جونسون فورا. وبعد ما تكلمه بيعرفها انه هيجهز نفسه ويروح ليهم. وبيبدا جوز عمتها ياخد العربيه ويكلمه في التليفون، وبيفضل واقف مستنيه تحت البيت. وفي الوقت ده بيبدا ارت يرتكب جريمه قتل بشعه في الحمام، وده بعد ما قفش مايا وكول مع بعض. وبدون دخول في تفاصيل اكتر بنشوف سينا وهي بتصحى مره واحده، ولما بتنزل بتسمع صوت 2 بيتكلموا مع بعض، وساعتها بيقولوا انهم بيفكروا يطلعوا يخنقوها وهي نايمه. وبنعرف ان اللي بيتكلم ارت وفيكتوريا، وبيقولوا كمان انها لو ماتت هيتحرروا، وده بيثبت كلام سينا لجونسون. واول ما سينا بتدخل بتشوف فيكتوريا في وشها، وبتشوف ارت وهو معلق جثه على الحيطه، وتبدا سينا تصرخ اول ما تشوف المنظر البشع ده. ولما بتحاول تهرب بيبدا ارت يمسكها ويكتفها في الكرسي. وبنشوف كمان عمتها وهي متكتفه جنبها، وبيبقى قدامهم هما الاتنين حاجه متغطيه بجرنان ورق كده. وبيبدا ارت يزين شجره باعضاء الجثه اللي متعلقه، وبنشوف راس الجثه على الشجره دي، وبيبقى جوز عمة سينا. وساعتها بتطلب عمتها تشوف بنتها، ووقتها بتبدا الورقه تتشال، وبنشوف جمجمه في قفص. وساعتها تصرخ الست، وبيبدا ارت يخلص عليها بطريقه بشعه جدا. وبيبداوا بعدها يطلعوا غابي، ونشوف ارت وهو بياخد الجمجمه اللي شافوها وبيبدا يلبسها نضاره. وساعتها بتتصدم سينا لما بتعرف ان الجمجمه دي بتبقى جمجمه جونسون اخوها. وبتبدا فيكتوريا تقول لها ان ما بقاش ليها اهل ولا ليها اي اصحاب ولا اي حاجه، وبتطلب منها تسكت علشان تقدر تلبسها. وساعتها بتحط ايديها وتخنق سينا، ولكنها بتفشل في ده. فتقول لها فيكتوريا انها تلبس البنت الصغيره. وقتها بيبقى رافع ارت على رقبتها السكينه، ولكن بتقول لها غبي انها نسيت تفتح الهديه بتاعتها. وبتسال فيكتوريا سينا لو تحب هي تفتحها، وبيروح ساعتها ارت بالشاكوش الخشب ويضرب بيه ايد سينا، وده علشان ما تعرفش تفتح الهديه. ولكن سينا بتقدر تفتحها، واول ما بتفتح الهديه بتبدا تشكر غبي على الهديه الجميله دي، وتبدا تطلع السيف وتخبط بيه ارت في رقبته. بعدها تحدفه على فيكتوريا علشان تتصفى وتطير رقبتها من مكانها. ولكن بيبدا ارت يهجم عليها بالمنشار، ولكنه بيقدر يخبطها في جنبها بيه. واثناء ما بيخبطها بتحاول تجيب السيف مره
مرة تانية، وقبل ما يضربها بالشاكوش بتبدأ تديله بالسيف في بطنه، ونشوف ساعتها دم فيكتوريا وهو بيعمل حفرة في المكان، والحفرة دي بتبقى مولعة بالنار، وبتبدأ غابي تقع في الحفرة وتنادي على ساينا علشان تنقذها. ساعتها بتجري ساينا وتسيب ارت مكانه، بتروح بالسيف وتدي ظهره لغابي علشان تمسك فيه، لكن السيف بيكون حامي وبيقع من ايد ساينا، وبتبدأ تختفي غابي تماما وبيختفي المهرج. وفي مشهد اخير بنشوف ارتو وهو قاعد مستني الاتوبيس وكأنه فقد الامل في نفسه كسفاح، وبيبدأ يركب الاتوبيس وبتبقى في ست موجودة فيه، واول ما تبص بتشوف ارتو هو مبرع ليها جامد قوي، وبيبقى ماسك زمارة المولد بتاعته، اول ما يزمر بيها بيبدأ يضحك. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده، ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وده علشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد وحصري. وما تنساش تسيب لنا كومنت جميل بالفيلم اللي جاي يا بطل، وسلام.